السلام عليكم، راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت وجبت لكم معايا الجزء الخامس والاخير من حكايه صفيه البنت الريفيه. ولكن قبل ما نبدا، وكالعاده، اللي تفوت على القناه تاعي وتعجبها ما عليها غير دير لي اشتراك باش يوصلها كل جديد، بلا ما تنسى الضغط على زر الاعجاب. ويلا نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. تقول صفية اللي كلاسيت الثالثة على المستوى الولائي، لأنه المعدلات ما كانتش بزاف وقليل اللي يجيب الباك، وخاصة العام اللي فوت فيه. خالي فرح بيا بزاف وعطاوني الشعبة اللي تمنيت، وقريت الهندسة المعمارية في نفس ولايتي. يعني ما اضطريتش نخرج منها، وبقيت على هذيك الحال، نبات في الإقامة وكيما نقراش نروح عند خالي. وبلا ما ننسى خالتي ربيعة، هادو الزوج هما العائلة تاعي. كي بقى لي عام ونتخرج، رحت خطرة عند خالتي ربيعة. قالت لي يماك راهي مريضة. قلت لها والمطلوب مني؟ قالت لي روحي شوفيها. قلت لها مستحيل ابدا، مستحيل نزورها. يا اخي قالت راجلها شرط فيا، علاه نروح؟ وزيد ما نكذبش عليك، علاه نروح وانا ما حاسه بوالو من جهتها؟ بقينا على هذيك الحال، وكل خطره يجيبوا لي خبرها. خبر عليها، خطره تمرض وخطره تبرى. هذاك النهار اللي جيت خارجه فيه من عند خالتي ربيعه، لحقني سمير وليدها. كنت نهضر معاه نورمال لانه عشت معاه فتره، ومستحيل نتجاهله، عنده فضل عليا وراني نعرف صوالحي. قال لي شوفي صفيه، نجيك من الاخر، راني باغي نخطبك. بدون تردد قلت له لا لا مستحيل. قلت له اول حاجه كنت خطبني نستهدر هذيك الهضره اللي في بالك وبالي. جاي يشرح لي، قلت له اسمح لي ما نقدرش. قلت له كنت عاود تجبد لي في السيجي هذا ما نجيش نجي عندكم. رحت لقريتي وقرب التخرج تاعي وبديت نحضر له. قاعدين في واحد الكلاسة انا والزملاء ونتشاوروا واش نديرو. حتى جات وحده صاحبتي قالت لي صفيه واحد راه يحوس عليك لبرا. قلت انا شكون؟ كي خرجت نشوف منه من نطق واحد السيد قال لي انت هي صفيه؟ قلت له نعم تفضل. ويبان انسان طايحه به، يبان من لبسته. قال لي صفيه؟ قلت له وي تفضل. قال لي ما عرفتينيش؟ بدا قلبي يرجف كي شغل حسيته هو. ما قدرتش نهضر، حصلت لي. قلت له شكون انت؟ قال لي باباك. تصدمت، بقيت نشوف فيه ويديا يرجفوا، ومسكين حاب يهضر معايا وخايف. انا ما قدرتش نهضر معاه. عاودت دخلت للجامعه ودمعتي على خدي. كي دخلت على الزملاء تاعي كامل لاحظوني. جبدتني واحده من صحاباتي، كنت حكيت لها كلش. قلت لها راه بابا، وبدا جسمي يرجف ونبكي. دارو كامل بيا. خرجت ليه صاحبتي قالت له كيفاه جاي لي هضرك؟ على بالك واش صرا فيها ولا لا؟ بنتك عانات. قالت لي هضرت له كامل واش كان في قلبك. وقالت لي هو غير ساكت ومهبط راسو وشعره شايب. قلت لها ما قال والو. قالت لي سكت وراح. غاضني. تحبوا الصح، اول نظره كي شفتو حسيت بلي كاين حاجه، وحولت كي نكمل التخرج نروح عنده. المهم كملت التخرج وتخرجت مع اوائل الدفعه تاعي، والحمد لله ما نكذبش عليكم بدات حياتي تتسقم. بديت نحس روحي بالغه ونتكل على روحي، بالرغم انه ما كانش عندي اقارب بزاف، بصح كونت نفسي بنفسي. المهم القضيه تاع بابا كنت متكتمه عليها. خفت من خالي يقول لي كي تخرجتي راكي تحوسي على باباك. كنت خايفه يقرا النقص، بصح عييت وقلتها له. قال لي شوفي واش باغي نقول لك، هذا باباك وهذه يماك، وديري عليا روحي طلي عليهم للزوج، ديري واجبك امام ربي سبحانه. بصح جاتني ثقيله، خاصه يما. حتى ميادة وخالتي ربيعه وقالوا لي روحي روحي وخلي غدوه عند ربي كل واحد يدي حسابه. سقسينا على يما، قالوا لنا راهي في دارها، وكان عندها سرطان الثدي عافاكم الله. المهم درت الكوراج ورحت ليها. تآمنوا رايحة ومانيش مقتنعة، خفت برك تموت ويأنبني ضميري. رحت كي طبطبنا فتحت علينا بنتها اللي هي أختي. تلاقيتها في اللاج اللي بدات فيه معاناتي. داخلة ونشوف في خوتي وعينيا معمرين دمعة. كيفاه هادو خوتي ما نعرفهمش، فرقونا شتتونا. دخلتنا انا وخالتي ربيعه وراحت تعيط لي يما. خرجت من الكوزينه ويديها معمرين عجين وتمشي بالسيف، ما عرفتهاش ولات كيما الخيط. كي شفتها ما قدرتش نروح نجري ليها ونسلم عليها، ما قدرتش نقنع روحي باللي ما كان والو. قرصتني خالتي ربيعه، رحت بالسيف، مديت لها وجهي وسلمت عليها بالسيف.
دخلتنا للصالون وبقات تسقسي فينا. انا كامل ما هضرتش، مجمعه غير مع خالتي ربيعه. حتى سمعنا راجلها داخل وفات للكوزينه بدا يطيح ويقوي في الحس، وين راهي الماكله والعجين ويعيط، وهي حشمانه مننا. في الاول درنا رواحنا ما سمعناش، بصح كتر بزاف. خرجت ليه قعدت واحد شويه ورجعت جابت لنا القهوه وعينيها حمر وباكيه. كي سقساتها خالتي ربيعه واش بيك، عاودت انطلقت بالبكا، وقالت لها يا ربيعه اختي مانيش هانيه، وما قدرتش تسكت بالبكا. راحت سامتها خالتي ربيعه وحكمت لها يديها وقالت لها احكي لي واش بيك. قالت لها ملي مرضت وهو يقول لي نتزوج. قلت لها على هادي، قالت لها على هاديك راني نكابر ونقضي شغل الدار باه ما يتزوجش عليا. قلت لها انا خليه يتزوج، علاش تقتلي في روحك. قالت لنا المشكل، قال لي نجيبها هنا، وقالت لنا لازم يصيب الفطور في وقته والعشاء في وقته وحوايجه مغسولين. قالت لها خالتي ربيعه وبنتك علاه ما تبطليهاش كي ولات هكا. قالت لها راني نكابر على جالهم. هنا غلطت وبقات تشوف فيا، عرفتني باللي نقول هما كبرت على جالهم وانا سمحت فيا، بصح في قلبي قلت لها انا ربي كرمني وجازاني وتخرجت بلا بيك. وملي جيت عندها ما هضرتش كلمه. المهم قعدنا شويه وكي جينا خارجين حكمت خالتي ربيعه وقالت لها خطره على خطره جيبيها ورواحي. رحنا وطريق كامله وانا ساكته. غاضتني، بصح ما غاضتنيش لانها ماما، غاضتني كما اي مرا وصاي. اصلا ما كنتش نحس بجهتها بهاد الشعور، ماشي بيدي. فاتوا ايامات وقررت باه نروح عند بابا. رحت لخالي باه يروح معايا، قال لي ما نروحش يا بنتي مانيش متفاهم معاه. قال لي راجل خالتي ربيعه انا نروح معاك. رحنا كرينا طوموبيل ورحنا الولايه اللي يسكن فيها. وصلنا للبلاصه اللي فيها بالضبط، وبدينا نسقسو عليهم. وصلونا احباب ربي حتى باب دارو. واش نحكي لكم، حاله مزريه، ساكن فوضوي كي هو كي عمي اللي زوجو. صبنا دراري صغار يلعبوا قدام الباب لابسين لبسه مقطعه، ويلعبوا في التراب وموسخين مساكن، والدبان يدور عليهم. شفتنا طفله صغيره قالت لنا شكون. قلت لها انتي بنت حمد. قالت لنا ايه، عيني يتعمروا بالدمعه. قلت لها وهادو شكون. قالت لي خاوتي زوج دراري توأم. قلت لها باباك وين راه. قالت لنا راهو خدام. ويماك. قالت لنا راهي في الدار. وراح تجري تعيط لها. قال لي راجل خالتي ربيعه هاني البرا راح نقعد وانتي من تخلصي انا نروح ونرجعوا. خرجت ليا مراه واش نقول لكم، كون جات الميزيريه اسم نسميها به. سلمت عليها ودخلتني، جابت لي كرسي فيه واحد الحوش صغير. واش نقول لكم، القرع يتلاوحوا، الذبان الكرافيت مخرجتهم في الشمس مقطعين. قالت لي على من راكي تحوسي يا بنتي. قلت لها انا بنت احمد راجلك. انخلعت. انا قلت حاوزني بصح ظهر العكس. قالت لي يا بنتي حرام عليك وينك من زمان. قالت لي عينيه بياض ومن البكا. كي جيت نهضر قالت لي والله ما تهضري، اصبري نجيب لك القهوه. قلت لها لا لا ما تتعبيش روحك. ما داتهاش فيا. دخلت للكوزينه وانا قعدت نتامل وين ساكنين. ومن بعد جات عيطت لي، قالت لي انا علاه ما قلتلكش ادخلي. وتضحك. قالت لي رواحي. دخلتني زوج شنابر متقوبين ومبيسين من كامل الجوايه، القش بالي خزانه وما عندهاش. دخلتني للكوزينه غير صغيره، هي طيب في القهوه وتحكي لي. قالت لي شوفي نقول لك حاجه. قالت لي ومنها ما نزيد نهضر لك والو. قالت لي انا مرت باباك، وكون جات وحده ما تلاقيش بينك وبينه. بصح قالت لي والله العظيم غير ملي تزوجوا هو يهضر عليك. قالت لي حتى بديت نتقابض معاه على جالك. قلت لها بصح علاه ما جاش يسقسي عليا. قالت لي وين الوجه اللي يجي به ليك. قالت لي صح العوام الاولى. قالت لي دخلها سكرات والطريق حرام وكي تزوجنا بطل. قالت لي كي تشوفي يضل خدام باه يجيب لنا هذيك اللقمه، ودرك يجي وتشوفي بعينيك. قالت لي النهار اللي جا فيه عندك رايح ويقول لي ان شاء الله تحاوزني. المهم قعدت تحكي لي عليه وعلى روحها وطلعت يتيمه هي تاني. فطرتني مسكينه باللي كتبها ربي. مع العشيه جا هو، جا داخل وبنته تقول له بابا واحد المراه جات تحوس عليك. وانا في واحد الشومبره نطلع عليه من الطاقه اللي جايه في الحوش وهو ينحي في قشو معمر تراب.
ويقول لها شكون هادي. حتى خرجت وقفت في الباب وقلت له انا بابا، تفيكسا في بلاصتو وبقى يشوف فينا بالواحد. ومن بعد طرطق بالبكاء، رحت ليه عنقته وهو يبكي وانا نبكي تقريبا 5 دقايق وانا نبكي ومعنقاته. المهم قعدنا مجمعين وبدا يحكي لي واش جوز. قال لي ما كانش على بالي بكلش، قال لي انا ما سمعتش بيه ما كي تزوجت، قال لي والله يكون على بالي غير نخطفك. حكيت له على راجل خالتي ربيعه باللي هنا ودرك نرجعوا للدار. قال لنا والله ما تصرى. كي جا راجل خالتي ربيعه راح داه للمارشي، قدا كل الخير. قال لي اليوم تتعشاو وتباتوا عندي وغدوه ربي يعمل لها حل. ما عيينا فيه بصح والو. مين اللي حيرتني؟ مرت بابا زاهيه واسمها زاهيه، فرحانة أكتر من بابا، دارتني في عينيها. قلت سبحان الله، ما نعرفها ما تعرفني وقيمتني كامل هك. جبدت لي ربا جديدة كانت مخبية عطاتني لبستها وآمنوا. حتى كي بديت نغسل هي تفرغ لي في الماء. أكيد تدير في هذا الشي لأنه يتيمة وزوالية وتحس باللي كيفها. درت العشاء أنا وياها وبتنا مجمعين في الليل. أنا رقدت معها ومع خاوتي وبابا مع راجل خالتي ربيعة. باتت تحكي لي على حياتها وين نبان معاها. قلتها لكم من قبل، عنوان للميزيرية. الصباح ناضت قبلنا، كي نضنا صبناها مطيبة في خبز الدار والمسمن والقهوة. شربنا القهوة واتكلنا على الله. وكي جيت رايحة عطتني قرعة ريحة. مسكينة قالت لي هذا ما عندي، حشمتني كون جاي عندي أنا اللي نعطي لها. قلت لهم أنا ما عنديش دار، بصح خالتي ربيعة وراجلها هما داري، مرحبا بيكم. ورحت وحسيت روحي نحيت غصة. رجعنا للدار، درك خلاص كملت قرايتي، ماهيش جايه نقعد عند الناس، لازم نرجع عند خالي. المهم قلت لهم باللي نرجع عند خالي. قالت لي خالتي ربيعه حابه نقول لك واحد الحاجه. قبل ما تقولها لي عرفت على بالي بلي راح تجبد لي في السوجي تاع الزواج. قالت لي راني حباتك لسمير. قلت لها نفس الهضره اللي قلتها له هو. قالت لي بصح والفناك وبعد ما تزوجت لميا كي تشوفي راني وحدي. قلت لها شوفي انا والله ماذا بيا، بصح مانيش حابه ندي قرار وحدي، نروح عند خالي وانتوما هضروا معاه. قالت لي روحي واللي وربي يدير لها حل. رحت لدار خالي وبدات حياتي تمشي بشكل عادي. تبدلت عقليه مرتو من جهتي والحمد لله، ماشي حنينه وماشي قاسيه، خاطر نعاونها في شغل الدار. واحد الخطره جا خالي وهضر لي على هذيك القضيه وقال لي باللي جا سمير وباباه يخطبوا فيك. قلت له خالي كيما تقول انت. قال لي واش نقول لك، مادام شدوك عندهم هذه مده بلا ما يعرفوك مستحيل يحقروك وانت عروسه عندهم. صبتو عنده الحق. بعتنا لباباه باه يجي وخبروا يما، بصح ما حبتش تجي. والنهار اللي جاو يتفاهموا فيه باه يخطبوني ما درنا والو للشوفه. جا بابا ومرتو زاهيه، بصح للاسف قبل ما يجوا يدفعوا سمعنا بما زاد عليها الحال بزاف. جاو دفعوا غير بالسكات، ومن بعد موراها ب5 شهور توفات يما ربي يرحمها. صح كنت نروح ليها، بصح غير كي تبات في السبيطار. كنت نبات عندها خطرات في السبيطار. لحد الان مازال ما فهمتش شعوري هذاك. نحصرت بين تأنيب الضمير وذكريات الماضي. صح ماتت، بصح ما نقدر نقول والو من غير الله يرحمها. المهم اللي عليا درته، احترمت رحيلها بعام وتزوجت. انتقلت لدار خالتي ربيعه اللي بديت نعيط لها يما عن قناعه. واش نحكي لكم، دايريني في عينيهم، عوضوني في كلش. وما نحكي لكمش على سمير، انسان هايل، انسان ما كاش كيفه، قمه في الاخلاق، احترام، حب، رجوله. من فوق هذا الشيء ماهوش حقار. والدليل اني تحولت لانسانه واحده اخرى. مرات نتنرفز بزاف ونزعف، حتى وين اضطريت بديت نزور عيادات تاع العلاج النفسي. وكامل اللي زرتهم قالوا لي يرجعوا لصدماتك النفسيه القديمه. الله اللي يسامح اللي كان السبب. وميادة ولات تسكن وحدها وراهي أروع ما يكون بعد ما تهنتش مع عمتي اللي نقول الله يرحمها، اللي كانت هي السبب في قرايتي وهي اللي رجعتني الواحد ما ينكرش الخير. خالتي شهرة ورحمة. شهرة نجحت في قرايتها وراهي من أكبر المحامين في الولاية ومعروفة بزاف، متزوجة بطبيب وعندها طفلة وحيدة. بعد ما صار لها مشكل صحي ما خلاهاش تزيد الولاد. ورحمة ما كملتش الجامعة وراهي ربة بيت ممتازة.
وحيزية بنت عمتي تانيك ما كملتش قرايتها، ما نجحتش. بصح تزوجت زواج لاباس به. ما لمتهاش لانه كانت صغيره، وحاليا كونتاكت معاها ومع خالاتي، يعني نروحوا ونجوا لبعضانا، لانه مانيش حابه ولادي يكبروا كما كبرت انا بدون اقارب. حبيتهم يعيشوا الجو تاع العائله الكبيره. خوتي من يما صح نعرفهم ويعرفوني، بصح للاسف غرباء بزاف، لانه ما كبرتش معاهم وما تعرفتش عليهم في صغري. هما يعرضوني غير في المناسبات، والحمد لله بخير عليهم، خرجوا خدامين والطفله تزوجت. نجو لبابا. بعد ما بديت الخدمه شريت لبابا دار في الباطيمات في الولايه اللي يسكن فيها. ما حبيتش نشريها له في الولايه اللي نسكن فيها، حبيت نخليه بعيد عليا، شفتو احسن ليه وليا. وحتى هو تاني غير كيما مات الله يرحمه ويوسع عليه، فت بمرحله بزاف صعيبه نهار مات. وانا راه عندي زوج بنات حاليا، سنه اولى ثانوي، مريم وحفصه، وطفل سنه خامسه. مانيش عايشه وحدي، لانه كما قلت لكم خالتي ربيعه انسانه كبيره وعندها مشكل في عينيها، وين اضطريت اني ندير خدامه تقوم بها كل كي ما نكونش انا في الدار. هذه هي حياتي، عانيت وقاسيت وجوزت محان، شبت قبل وقتي، بصح عمري ولا خرجت الطريق. حاربت وصبرت وكافحت، مشيت حفيانه، بنت جيعانه، تلوحت من بيت الخوه، هضروا فيا هضرات يقسموا القلب، بصح جامي ولا اثروا فيا بالسلب، بالعكس حاربت ووصلت الحمد لله. نصيحتي لكم هي مستحيل، وكونوا متأكدين أنه توصلوا للحاجة بكل سهولة، وكونوا متأكدين أنه مش غير انت ولا غير انت اللي تمر بمشاكل، كامل الناس عندهم مشاكل، بصح الفرق اللي بيناتنا هو كيفاش نفوتوهم. وكونوا متأكدين أنه رايحين تديو حقكم آجلا أم عاجلا. والصبر ثم الصبر، لأن الصبر هو مفتاح الفرج. وهنا تكون كملت معانا حكاية صافية، إن شاء الله تعجبكم. ينتظروني في حكايات واحدة آخرين على قناتي. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه.